بتحكي وبتقول انا خلاص محدش مناسب بيظهر في حياتي، بمد ايدي في المعارف اطلع ايش الخاين والكذاب واللي عايز يتعالج واللي مش فاهمني وغيره. طيب انت محتاجه تسالي نفسك سؤال، وانت كمان اسال نفسك، هل الدواير اللي في حياتي المعارف يعني والقرايب والزمايل محتمل تطلع لي ناس شبه اللي انا عايزاهم؟ في سؤال قبله مهم قوي نقوله او اساله لنفسي، هل انا اصلا عارفه انا عايزه ايه؟ يعني عندي الخريطه بتاعتي اللي تناسبني وتمشي معايا؟ ما هو اصل دي جوازه مش رحله يومين يعني. عشان كده مهم تعرف انت مين الاول ومحتاج ايه، وبعدها تشوف دوائر اجتماعيه مناسبه ليك عشان تتشاف فيها زي ما انت مع ناس لايقين عليك وشبهك. تسمع بقى اللي بيقول ايه ده يا رحاب، انت عايزاني اقلل من نفسي واقول مين يا جماعه يجي يتجوزني؟ اكيد لا. بس زي ما في ناس بتسعى عشان تلاقي شغل وبتسعى عشان تسافر او تحوش او تخلف، في كمان نوع من السعي عشان الاقي شخص مناسب. فانك تعرف نفسك واحتياجاتك ده سعي، وانك تعرف عايز تتجوز ليه اصلا ده سعي، وانك تظهر حقيقتك الحلوه ده سعي، وانك تعرف ازاي تقيم الشخص اللي قدامك ده برضه سعي. هنا جه وقت انك تسال بقى نفسك انت فين من السعي ده عشان تلاقي شخص كويس. بتحكي وبتقول نسيني وشاف حياته، للدرجه دي كان سهل؟ للدرجه دي انا كنت فتره وعدت؟ انا عارفه ان الوعود اللي اتقالت في الاول كانت غير كده، وانكم هتكملوا مهما حصل وكل الكلام اللطيف ده، بس الواقع بيقول ان محدش مكمل في حياه حد طول العمر، ده العمر نفسه هيخلص. فمحتاجه هنا تسالي نفسك زعلانه على ايه؟ خليني اقول لك على حاجه، انه كمل في حياته انت ترجمتيها انك بسهوله اتنسيتي، واللي بينكم كان لعب عيال ويومين وراح، فمستغربه انه ازاي نسيكي. الغلطه بقى فين؟ انه طول ما انا رابطه قيمتي بان الشخص يفضل فاكرني وحياته واقفه عشاني، فانا كده احس اني استاهل. فهنا المشكله مش ابدا ان الشخص نسيني، ولكن في نظرتي انا لنفسي. خليني ابسطها لك. تخيلي كده لو انا معايا ورقه ب 100 جنيه وسالتك الورقه دي كام، هتقولي لي ب 100. طيب لو كرمشتها شويه ورميتها على الارض كده، قيمتها هتكون ايه؟ برضه ب 100 مهما اتكرمشت ومهما كان مكانها. ده بالظبط مفهوم ان قيمتي تبقى ثابته، لا تتاثر بوجود ناس ولا غيابهم، ولا ان هم يشكروكي او ينتقدوكي. فقيمتك عامله كده زي شهاده الضمان طول العمر، ربنا اداها لك لما خلقك، فما ينفعش تربطي قيمتك باي حاجه سواء كان شخص موجود في حياتك او مشي منها. هونوا على نفسكم، كلنا بنتنسي، كلنا مراحل في حياة بعض. بتحكي وبتقول انفصلت بعد 3 سنين من جوازي ورجعت بيت اهلي، الحياه معرفش ازاي بقت صعبه، كاني ما عشتش قبل كده معاهم واول مره بعرف، مش حاسه اني مفهومه طول الوقت. بيقولوا لي تعالي اقعدي معانا وبلاش قعدتك في الاوضه لوحدك، لما بيجي ضيوف بيتقال لي لا اطلعي سلمي وما ينفعش كده، لما بقرر اخرج لاي سبب بيتقال لي ما تتاخريش، وبعد وقت بقى يتقال لي نزولك وخروجك لازم يبقى بحساب عشان الناس بتركز مع الست المطلقه اكتر من العاديه، ومحدش فاهم اني لسه بحاول اشوف ولو خرم ابره وسط الضلمه اللي انا فيها. الاهل احيانا بيبقوا مش مستوعبين انت بتمري بايه، وكلامهم بيكون خوف علينا، وعارفه ان ده اخر كلام انت محتاجه تسمعيه، ومحتاجه بس يفهموكي ويحسوا باللخبطه اللي انت عايشه فيها. بس الفتره دي ملخبطاهم هم كمان، مش عارفين ازاي يساعدوكي او يخففوا عنك. التواصل بينكم وانك توضحي اللي محتاجاه اسهل طريق هيختصر عليكي محاولاتهم ان هم يساعدوكي، وهم كده بيزودوا همك اكتر من غير ما يقصدوا. اطلبي المساعده واقسمي همك معاهم عشان يخف ويعدي. استغرب قوي لما تبقى واحده شافت المر مع حماتها، وحماتها كانت بتتدخل في حياتها وبتقلب عليها جوزها وبتنتقدها، وكانت عايشه مقهوره منها، ولما تخلف وابنها يكبر ويتجوز، وبدل ما تحاول تعامل مرات ابنها بالشكل اللي كانت بتتمناه وهي صغيره، تقوم تعامل مرات ابنها بنفس الاسلوب ويمكن اسوء، وتفرغ فيها كل المشاكل اللي عاشتها. ولما مرات ابنها تزعل من اللي حصل تبرر ده وتقول ده انا حماتي كانت بتعمل فيا كذا وكذا وكنت مستحمل. يبقى الواحد وهو صغير كان بيبقى متضايق لما كان ابوه يتريق عليه قصاد الناس، او لما كان بيضربه جامد، ولما يكبر ويتجوز ويخلف يعمل نفس الكلام مع ابنه ويقول طريقه التربيه دي هي اللي طلعتني راجل. وللاسف احيانا بعض الاشخاص اللي بيتعرضوا لمعاناه معينه يعني في وقت من حياتهم، بدل ما المعاناه دي تكون سبب ان هم يرحموا غيرهم، احيانا بيحصل لهم تشوه وبيطلعوا اللي حصل فيهم على غيرهم. مش معنى انك اتعرضت لمعاناه انك تعاقب الناس اللي ربنا ولاك عليهم. ارحموا غيركم وخففوا عنهم زي ما كنتوا تتمنوا حد يخفف عنكم ويرحمكم. في الجواز دايما في اتفاقات مكتوبة وكلنا عارفينها اللي بتكون بفلوس كتير دي، وفي اتفاقات تانية مش مكتوبة. للأسف اللي بيبقى سبب في خلافات كتير هو الاتفاقات اللي مش مكتوبة، الحاجات اللي بتبقى بحكم العادة، انه انا متعودة اروح لأهلي الجمعة ونتجمع والعيلة وكده، وهو متعود يقضي الأجازة مع أصحابه، هو متعود ان مامته بتلم وراه وبيرجع يلاقي الأوضة ولا نظافة الفنادق، متعود مخصص كل شهر جزء من مرتبه لحاجة معينة. طب بعد الجواز العادة دي هتأثر على التزاماتكم ازاي؟ باختصار كده، ناوي تسيب ايه بعد الجواز؟ لو داخل بنفس طباعك وأفكارك عشان تأقلم الطرف التاني عليها، هتتعب انت وهو، والجواز مش هيكون مريح ليكوا ابدا. فكروا كده، ناويين تتخلوا عن ايه عشان تصلحوا من نفسكم ومن جوازكم؟
كنت بقلب على فيسبوك كده، لقيت جروب مش مهم اسمه خالص، بس يعني هو تجمع لستات كل واحده بتقول خبراتها في انها ازاي قفشت جوزها انه بيعرف واحده تانية، او واحده شاكه في جوزها فبتدخل تسال تقفشه ازاي. كم من النصايح اللي بتتقال والخطط اللي بتتعمل تخليك مبهور انه ايه الدماغ دي. ده كده الصوره من بره. تعالى بقى اخدك في الكواليس. ستات كتير بتقول نفس الجمله، يا ريتني ما دورت ويا ريتني ما عرفت. وكلامي ده مش معناه انك تتجاهلي تصرفاته او انه متغير، بس مش الحل ابدا اني احط جهاز يسجل مكالماته او اعرف مين بيركب عربيته وراح فين بعد شغله او قابل مين واتصل بمين. دوامه بتبدا بانك بتطمني بس، وبتنتهي بانك بتعرفي حاجات ما تسرش ابدا. ومش شرط خالص على فكره يكون الموضوع في ست تانية، حتى هزاره مع صحابه لما فضولك يعني هيسوقك انك تبص فيه، صدقيني هتزعلي. طيب لو شك اعمل ايه؟ روحي واتكلمي معاه ووضحي انه مش مقبول يحصل حاجه من اللي قلقاكي. ولو بتقولي في دماغك دلوقتي وانت بتسمعي الفيديو ده انه اصله هيقلب عليا الترابيزه ومش هيسمعني، فصدقيني مشكلتك مش ست تانية، مشكلتك جوازه محتاجين تشتغلوا عليها انتوا الاتنين عشان يكون في بينكم اريحيه في الكلام. مشاكل كتير في الجواز بتخلص بجمله، والله جمله ليها مفعول السحر في اي خناقه، تخلي الصوت العالي والنرفزه يتحول لشخص قادر يسمع وهادي. اسمها حقك تزعلي، او انا لو مكانك واتقالك كده كنت زعلت برضو. ايه الجمله دي؟ اسمها فاليديشن، او اني اقبل اللي قدامي، او اني اعترف بحق الطرف التاني في انه عادي انه يزعل من كلمه اتقالت او من تصرف حصل. وعكس القبول ده اني اقولك انت مكبره الموضوع، او دي حاجه ما تزعلش اصلا، او ما احنا ياما قلنا لك وحذرناكي، ونشغل بقى اسطوانه التانيب والتقطيم. من الحاجات المهمه اللي بيحتاجها شريكك انك تقبل مشاعره اللي بيحسها في موقف معين، فيحس انه متشاف في العلاقه دي، ومن حقه يشاركك وهو مطمن وعارف انك هتفهمه وهتحس بيه. عشان كده زي ما بيقولوا نص الحب امان ونصه التاني قبول. فدايما اسال نفسك انت قابل الشخص ده ومطمنه في وجودك ولا لا؟ بتحكي وبتقول الزعل بيطول قوي وبحس انه مش فارق معاه زعلي خالص، ولما بسال مالك ما بيردش، والعقاب بيكون سكوته بالايام. كم الوجع اللي بتحس بيه ما بيتوصفش. مشاعر مؤلمه ما بين انك هونت على الشخص ده وانه مش فارق معاه زعلك. صعب قوي لما حد يبقى في مكانه قريبه منك ويقرر يعاقبك عقاب صامت، او اللي احنا بنسميه الصمت العقابي، فما يتكلمش. مشكله العقاب الصامت انه بيضرب عندك اهم احتياجين في علاقتك بيه. اول احتياج انك تحس باهميتك وانك متشاف من الطرف التاني، وتاني حاجه احتياجك ان علاقتكم تكون متينه وتحس فيها بالانتماء. فلما بيقرر يعاقبك هو بيلغي اهميتك اصلا، اللي هو انا عايش كويس اهو من غيرك. وده اكبر شعور ممكن يوجع طرف في اي علاقه، انه يحس ان وجوده زي عدمه. فخلي عندكم يقين ان العلاقه بتتحرك وبتقوى لما بنتواصل بشكل صحي، مش ابدا بالخصام ولا بالهجر. اوافق على بيت العيله ولا لا؟ بتحكي وبتقول خطيبي لسه ما عندوش شقه، واتكلم مع والدي انه هيجيب شقه في خلال سنتين، وفي السنتين دول احنا هنقعد في بيت اهله. بيت اهله واسع وهو هيضمن لي خصوصيتي فيه، ومش هيبقى فيه اي نوع من المشاكل اللي بنسمع عنها في بيوت العيله، وانا ده مش مناسب ليا خالص، وانا محتاره مش عارفه اعمل ايه. اوافق ولا اقول له ناجل الجواز؟ وخايفه كمان ابان اني مش فارق معايا غير الشقه ويغير نظرته ليا. في العلاقات بين الراجل والست بنبص على الوضع الحالي، اللحظه اللي انا وانتي بنتكلم فيها. خطيبك شخص طموح وناجح بس ما عندوش شقه، فهتعيشي معاه في بيت عيله، تقبلي ولا لا؟ وقتها ردت عليا وقالت لي طالما ناوي يشتري شقه هصبر معاه. بس انا سؤالي مش معناه هتصبري ولا لا، انا سؤالي تقبلي الوضع ده دلوقتي ولا لا؟ يعني لو ما عندكيش مشكله تعيشي في بيت عيله يبقى وافقي، لو صعب عليكي يبقى ارفضي، وبعدين ده نخليه لبعدين. خليني ابسطها لك، لو انا بادئه العلاقه وعيني على اللي لسه هيحصل وما بيحصلش، هتحسي بالاحباط وان الشخص ده كسر وعده ليكي. فلو في جانب في حياه اللي قدامك انت مش قادره تتاقلمي معاه وصعب عليكي تقبليه، وبتسكني نفسك يعني بانك هتغيريه بعد الجواز، او حبكم لبعض هيغطي على العيب ده، فصدقيني الحسبه كده مش مظبوط. اسمها هتتجوزي وتعيشي في بيت عيله، اسمها هتجوزه وانا عارفه انه بيدخن. فقرارك ابنيه على الوضع اللي حاصل دلوقتي مش على اللي لسه هيحصل. بيحكي وبيقول متجوزين من 7 سنين، احنا طول الوقت بنتخانق، ما افتكرش اسبوع عدى علينا كويسين، حتى اول شهر جواز كان كله خناق. بيكمل وبيقول انا بقول لها اني متضايق انها بتكسل تعمل البيت وترتبه، وان الغسيل دايما مرمي على ظهر الكنب، والفوضى اللي انا عايش فيها. بس في الحقيقه مش ده السبب اصلا. انا اتخنقت من غيرتها وتدويرها ورايا وتفتيشها في تليفوني طول الوقت. لما سالته ليه السبب ده ما بيتقالش، قال لي عشان هي هتقول لي لو انت ما بتعملش حاجه غلط مش هيفرق معاك اني افتش في تليفونك، وهندخل في حوار انا عارفه كويس. وقتها قلت له بس شكوتك اللي مش حقيقيه دي هتخليها توجه طاقتها غلط، انها تهتم بنظافه البيت وتفتش وراك وتلم الغسيل اللي مضايقك قوي وبرضه هتدور وراك. دي حيله كده بيسموها الابدال، اني اتخانق مثلا على اللمبه المحروقه واني اقول مليون مره قلت لك تصلحها، وانا من جوايا في سبب تاني مضايقني بس مش قادره اتكلم فيه، فبتلكك يعني بموضوع اللمبه المحروقه. المشكله فين؟ اني بدي للي قدامي اشارات غلط. عارف يعني لما تبقى سايق عربيه وبتدي اشاره يمين بس انت داخل شمال؟ هي دي المشكله، انه لما اللي قدامك بيحاول يصلح اللي انت اشتكيت منه وبتفضل برضو المشاكل موجوده،
بيبقى حاسس انه محبط وان كل محاولاته دي وقعت في الارض. فلما يبقى في موضوع مضايقكم اتكلم فيه مع شريك حياتك. ايه اللي هيحصل يعني؟ هتتخانقوا؟ طب ما انتوا طول الوقت بتتخانقوا، بس بتتخانقوا على اسباب مش حقيقيه. ما يمكن السبب الحقيقي لما يتقال يبقى في حل مريح لكل الاطراف، لكن مش البديل ابدا اني ازيف حتى السبب اللي بيضايقني عشان اتجنب ان يحصل خلاف. ولا ايه رايك؟